من أسباب عدم طلب في فترة البنت اللي صارت تكون غالبا بسبب حساسيتها ورفض الأهل لطلباتها، أو شعورها بعدم الاستحقاق. أنا للآن ما صرت بس أشعر بغيرة من أخواتي، وأفهم هذا الشعور يوم أعصب عليهم، هو واضح إن اللهجة خليجي، وأفهم ليش عصبت وأضحك على نفسي، وفاهمة نفسي ليش، لكن أصبحت على الأقل أفهمها رغم إني عاجبني وضعي كعدم متطلبة. حقيقي لا أستطيع، فقد كسرت نفسي ولا أستطيع أن أطلب ولو كان من حقي، لكن سبحان الله لم أعد أهتم أن أطلب من أهلي، ولو كان زوجي مثلهم قد أتعامل معه بنفس الأسلوب، وستظهر له جوانب نفسية معدمة وسأخبره ولا يلوم إلا نفسه. فمن زوايا أخرى هناك ناس تشعر بالغيرة منك إذا رفعت استحقاق نفسك ولو قليلا، ففهمت لماذا، لأنهم عاشوا عيشة متعبة وهم أفضل مني كمال وقدرة، وبسبب ذلك أشعر بنظراتهم تتراكب. وسبحان الله من ألهمني هذا التخيل قبل أن أرى الفيديو وأعذرهم وأرحمهم، فرزق الله لا يعرف استحقاق في نظرك أو لا، فالله هو المعطي وهو الذي يرزق، وإن كان المال عندك ولكن حرمك المتعة فيه. حلو إن احنا نغير جوانا مفهوم المصطلحات أو الحاجات اللي ما قدرناش إن احنا نحصل عليها أو لقينا صعوبة في الحصول عليها، زي مثلا استحقاقنا من الأهل، أو إن احنا نقدر نطلب منهم أو يدونا حاجات، فنتعلم الاستغناء، فناخدها كده جوانا ونروح مدورين على حاجة تريحنا أكتر وتخلينا نقدر نعيش حياتنا بشكل أفضل، فنتعلم نستغني عن الحاجات اللي احنا مش قادرين نطولها أو الحاجات اللي احنا خلاص مش قادرين إن احنا نحصل عليها. لكن مع هذا الاستغناء محتاجين برضو نسأل نفسنا سؤال: هو أنا فعلا مستغني، ولا أنا أجبرت إن أنا أكون مستغنية عشان ما يفضلش هذا الاحتياج ملح عليا؟ والسؤال التاني: ليه باخد بقية الناس بذنب الناس اللي ما ادونيش استحقاقي او ما ادونيش احتياجاتي؟ بلاش كلمة استحقاقي دي لانها ساعات بتتفهم بشكل غلط. فليه باخد ناس تانية بذنب الناس اللي ما ادونيش احتياجاتي؟ فلو انا اتجوزت واتعودت قبل كده خلاص ان انا ما اطلبش، فليه ما اديش جوزي فرصة انه اطلب منه الحاجات اللي انا محتاجاها اللي هي فاليد واللي هي من حقي، واشوف رد فعله هيبقى عامل ازاي، واجرب رد الفعل ده واعيد تعريف الحاجات جوايا من تاني، مش اخليها تفضل خلاص انا اتعلمتها كده يبقى تفضل ماشيه معايا طول العمر كده، سواء باختلاف الاشخاص او باختلاف الازمان.